احنا مش عارفين الراجل ده هيودينا على فين بصراحة. دي الكلمة اللي بيقولها لك اي تاجر او اي بياع راح تشتري منه اي حاجة، بقت اسطوانة مشروخة، او اي حد مأجر لك شقة ايجار حديث عشان يزود عليك ويفرمك، او اي ميكروباص او اي حد بتتعامل معاه. مش عارفين الراجل ده هيودينا على فين. الموضوع مش موضوع الراجل ولا موضوع حكومة بس، موضوع اللي احنا بقينا وحشين قوي مع بعض، بقينا نستغلوا بعض. كتجار يبقى شاري البضاعة ب 3 4 مليون جنيه ومخزنهم ايام الرخص، واول حاجه ما تزيد بس حاجه بسيطه يروح جاي مزودها على زياده جديده طاق 3 و4. يبقى العيب فيك انت عشان انت حرامي، العيب فيك انت كسواق لما تزود الاجره، العيب فيك انت لما تكون حد ساكن عندك وعاوز تقطم وسطه في ايجار حديث وهو اصلا عايش بالعافيه وبيجيب قوت يومه بالعافيه. العيب فينا احنا نضافه من جواكوا، وبلاش نستغلوا بعضينا ونجيبوا في الاخر العيب على الحكومه والراجل ده هيودينا فين ويجيبنا منين. لا احنا اللي بقينا وحشين قوي